بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبايبي إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسعادة. أي واحدة متضايقة، أي واحدة دمها حامي ومتضايقة ومتنرفزة تيجي معايا هنعمل العصير ده. فعلا هيهدي أعصابها. عصير هايل جدا ويهدي الأعصاب ويروق الدماغ وحاجة ما أقولكيش بعد كده. بس قبل ما نبدأ لازم ما ننساش نحط لايك وشير وسبسكرايب ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل جديد. العصير سهل جدا وبسيط من فراولة وموز. حبة فراولة صغيرين وكم موزاية موجودة. هنعمل بيهم عصير حكاية. أنا جبت الكركديه وغليته، غسلته كويس وغليته وسبته لما يبرد خالص وجبته. بوريك الكركديه لسه قاعد اهوت بالقمع بتاعه، أنا سبته يبرد زي ما هو. ودلوقتي احنا هنبدأ نعمل العصير بتاعنا. فعلا طريقة سهلة وبسيطة وبتاخدي أجمل وأطعم وألذ عصير. زي ما انت شايفة أنا دلوقتي بصفيه عشان خاطر البذر بتاع القمع اللي هو بتاع الكركديه ده ما ينزلش في الميه اللي انا بصفيها. شايفه لونه قد ايه جميل وحلو قوي. الكركديه ده بلدي، هو بيبقى فيه انواع كتير. بس البلدي ده بيبقى بيدي لون جميل قوي وطعم حكايه. فعلا بيظبط بيروق الدم ويهدي الاعصاب خالص. حاجه ما اقولكيش على الروقان بقى، حاجه ممتعه فعلا. زي ما انت شايفه انا دلوقتي صفيته، هزوده بقى ايه؟ ميه ساقعه. بتبقى ساقعة قوي، وهو أساسا الكركديه أنا مسقعاه والفاكهة عندي ساقعة كانت في التلاجة. فكل حاجة، فهيبقى العصير جميل قوي. زي ما انت شايفة أنا حطيت الكمية اللي أنا عايزاها ومحتاجاها في كمية العصير على حسب عدد الأشخاص اللي عندي. أنا بس نزل مني كده مية فبمسحها. تقريبا العصير أو المية بياخد كوباية كبيرة من السكر، اللي هي كوبايه الشاي او المج بتاع الشاي ده. دلوقتي انا بقلبه كويس قوي. انا ما احبش ان انا احطه في الخلاط عشان خاطر لو حطيته بيعمل رغاوي كتيره قوي وبيقعد بياخد وقت بقى لما الرغاوي دي تعمل وكده. فعشان كده انا بحب ان انا اقلبه بايديا. بقلبه كويس قوي لغايه لما السكر يدوب. وبعد كده هقول لك احنا هنعمل فيه ايه. فعلا يعني طريقه سهله وبسيطه وبتاخدي عصير جميل جدا جدا. يعني بوريكي سر اللون الاحمر اللي بيبقى في عصير الفراوله اللي بيبقى موجود في المحلات او كده. ممكن هم بيحطوا لون صناعي، لكن ده جميل قوي وله حاجة طبيعية وفعلا جميلة قوي. بس لو اي حد ضغطه بيوطى قوي ما ياخدش ما يشربوش، لان هو بيوطي الضغط لو ضغط عالي او كده يعني. زي ما انت شايفة انا دلوقتي كملته خلاص وهقطع بقى الفراولة. بقطع الفراولاية، بشيل اللي هي القمع من تحت وبقطعها شرايح على حسب ما انت تحبي. انا بحب اقطعها زي ما انت شايفة كده. شكل جميل وطريقة سهلة خالص وما بتاخديش اي وقت في عمل العصير ده. يعني لو في دقايق بسيطة بتبقي جهزتيه. لو الكركديه منقوع ومغلي وجاهز وبارد عندك ما بياخدش دقيقتين خالص. زي ما انت شايفة انا بقطع اهوت بالطريقة دي. حاجة بقول لك خيال فعلا. انا كملت كمية الفراولة خلاص. دلوقتي هقطع الموز. شايفة الجمال، شايفة قد ايه منظره فعلا حلو قوي ولذيذ. لون الكركديه عامل زي لون الشربات. حاجة كده روعة مع الفراولة مع الموز. طعم خرافة بقى، بينقلك في حتة تانية خالص فعلا. زي ما انا قلتلك لو انت حاسة ان انت متضايقة او متعصبة، هي كوباية من دي فعلا هتظبط مودك قوي. حاجة جميلة كده بتروق المزاج وتعدله ما اقولكيش. زي ما انت شايفة انا دلوقتي طبعا كل حاجة فيها حاجات فيتامينات. الموز ما شاء الله على نسبة الحديد اللي فيه، والفراولة ليها قيمتها الغذائية وحاجة طبيعية وما فيهاش اي حاجة صناعية وخالص. فعلا جميل قوي. زي ما انت شايفة على حسب بقى كمية الفاكهة اللي انت عندك اللي موجودة معاكي تستخدميها. ممكن تحطي جوافة، بس الجوافة تستخدميها من غير بذر، تشيلي البذر وتستخدميه. شفتي قد ايه هو سهل ازاي وجميل؟ ما خدش مننا وقت ولا خلاط ولا كب ولا اي حاجة. دلوقتي هنبدأ نقدمه مع بعض. تقديمه سهل جدا وبسيط والشكل خرافة فعلا. لو قدامك معازيم في وقت قياسي بتعملي العصير بطريقة جميلة وبيعجب كل اللي بيشربه. حاجة حلوة جدا وسهلة وبسيطة وفي نفس الوقت شياكة جدا. منظره فعلا خرافة. اتمنى ان الوصفة تعجبكم واتمنى ان انتوا تنفذوها. فعلا بقوا زي ما قلت لكم جميلة قوي.
اتمنى اشوف رايكم في الكومنتات، واتمنى ان انتوا تدعموا القناه وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. زي ما وعدتكم دايما ان وصفاتي سهله وبسيطه وما بتاخدش وقت وما بتاخدش مجهود، وفعلا غير مكلفه بالمره. يعني فعلا هتوفر عليكم كتير، وحاجه كده مشرفه وهتعجبكم قوي. زي ما انت شايفه دلوقتي احنا حطيناها دلوقتي على الصينيه، وبس بننضف مكاننا وهنبدأ بقى نزينه. فعلا هو جميل مش محتاج اي حاجة ولا يعني انك انت تظهريه، بس انا بزين بالفاكهة اللي انا حطاها. حتة فراولاية كده على حافة الكوباية او الكاس، وزي ما انت شايفة اهوت حاجة بسيطة. لو عندك شاليمو، انا ما افضلش ان انا احط شاليمو، انا هحط معلقة عشان خاطر طبعا الفاكهة اللي محطوطة فيه، وعلى حسب راحتك وكل حاجة على حسب تقديمك وذوقك. واحنا كده خلاص ان شاء الله باذن الله. كل سنه وانتم طيبين، داخل علينا رمضان. هنقدم وصفات جامده قوي ووصفات هايله. هقدم مجموعه حلوه قوي من العصاير، وازاي وايه العصاير المفيده الطبيعيه واللي هي بتغذينا وبتقوينا قوي في الصيام، بعد الصيام طول اليوم. بس انا ما انصحش بالعصير ده عشان خاطر طبعا بيهبط الجسم وكده. فلو هتعملوه يبقى تاكلوه بعد الفطار بشويه. يا ريت اتمنى ان انتوا تدعموني وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب زي ما قلت لكم عشان خاطر القناه تكبر قوي. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.